اسمي سعاد، ولم أكن يوما فتاة كثيرة الكلام. كنت أؤمن أن الاحترام يفتح القلوب، وأن الصبر هو مفتاح كل بيت سعيد. منذ صغري كنت أساعد أمي في أعمال المنزل، ولم أكن أتذمر مهما كان التعب. كانت أمي دائما تقول لي: يا ابنتي، المرأة الطيبة تترك أثرا جميلا أينما حلت. كبرت وأنا أحلم ببيت صغير يجمعني برجل يحترمني. لا أطلب مالا كثيرا ولا حياة مترفة، بل كنت أبحث عن الطمأنينة فقط. عندما تقدم خالد لخطبتي، سمعت الجميع يمدح أخلاقه. كان شابا هادئا، يعمل بجد في التجارة مع والده، ويعرفه الناس بحسن معاملته. شعرت أن الله استجاب لدعائي، ووافقت على الزواج بعد استخارة. لكن كانت هناك ملاحظة واحدة أخبروني بها قبل الزواج. قالت لي إحدى قريباتي: ستعيشين مع والدته في نفس البيت. لكنها امرأة قوية الشخصية. ابتسمت وقلت بثقة: الأم تبقى أماً، وإذا عاملتها مثل أمي فلن يحدث بيننا أي خلاف. لم أكن أعلم أن تلك الكلمات سأعود إليها بعد سنوات وأنا أبكي. مرت أيام الخطوبة بسرعة، وجاء يوم الزفاف. دخلت بيت زوجي وأنا أحمل بين يدي مصحفاً صغيراً أعدتني إياه أمي، وقالت لي قبل أن أخرج من بيتها: اجعلي هذا البيت عامراً بالأخلاق قبل أن يكون عامراً بالأثاث. ضممتها وأنا أبكي، ثم رحلت إلى حياتي الجديدة. في الأيام الأولى استقبلتني حماتي بابتسامة عريضة، وكانت تقول أمام الناس: هذه أصبحت ابنتي، ولن أفرق بينها وبين بناتي. كنت أفرح كلما سمعتها تقول ذلك. لكن بعد انتهاء أفراح الزواج بدأ كل شيء يتغير. في صباح اليوم الرابع فقط أيقظتني قبل طلوع الشمس. قالت: في هذا البيت لا أحد ينام بعد الفجر. نهضت بسرعة، ظننت أنها عادة جميلة. طلبت مني إعداد الفطور، ثم تنظيف المطبخ، ثم غسل الملابس، ثم كنس الساحة الكبيرة. انتهيت بعد الظهر وأنا أظن أن عملي انتهى، لكنها قالت: اذهبي واسقي الدجاج، ثم رتبي المخزن. نفذت كل ما طلبته دون كلمة واحدة. في المساء كنت بالكاد أستطيع الوقوف من شدة التعب. دخل زوجي فرآني متعبة، فقال مبتسماً: ستعتادين على الأمر مع الأيام. ابتسمت ولم أقل شيئاً. قلت في نفسي: هي مجرد بداية، وبعد أن تتعرف إلي حماتي ستخفف عني. لكن الأيام مرت، والأعمال أصبحت أكثر لا أقل. كنت أول من يستيقظ وآخر من ينام. أما بناتها فإذا زرن البيت وآخر من ينام. كان يجلسن يشربن الشاي ويتحدثن، بينما كنت أنا أتنقل بين المطبخ وغرفة الضيوف. وفي كل مرة أحاول الجلوس دقائق كانت حماتي تقول: العروس المجتهدة لا تعرف الكسل. كنت أبتسم رغم أن قلبي بدأ يشعر بشيء من الانكسار، ومع ذلك كنت أقول لنفسي كل ليلة: الصبر مفتاح الفرج، وغدا سيكون أفضل. لكنني لم أكن أعلم أن ما ينتظرني في الأيام القادمة سيكون أصعب بكثير، وأن تلك البداية لم تكن سوى أول صفحة من قصة طويلة ستغير حياتي كلها. مرت الأشهر الأولى من زواجي بسرعة، لكن شيئاً واحداً كان يزداد يوماً بعد يوم: التعب. في البداية كنت أقول لنفسي إن كل بيت له عاداته، وإن علي أن أتأقلم، لكنني بدأت ألاحظ أن ما يحدث معي لم يكن طبيعياً. كنت أستيقظ قبل أذان الفجر بنصف ساعة، أصلي، ثم أدخل المطبخ لأعد الفطور للجميع، وبعدها أغسل الأواني، وأكنس البيت، وأمسح الأرضيات، ثم أخرج إلى الفناء لأعتني بالدجاج والأرانب، وأحلب البقرة كل صباح. وما إن أنتهي حتى أسمع صوت حماتي يناديني: سعاد، تعالي، لا يزال هناك الكثير من العمل. لم تكن ترفع صوتها، لكنها كانت تتحدث وكأنني آلة لا تتعب. ذات يوم قالت لي: اليوم ستصنعين 50 رغيفا من المطلوع، فبناتي سيأخذنها معهن. وقفت مذهولة. 50 رغيفا! لكنني لم أعترض. وقفت ساعات طويلة أمام النار، ويداي تحترقان من حرارة التنور. وعندما انتهيت
جاءت بناتها، حملن الأرغفة وخرجن وهن يضحكن، دون أن تسمع إحداهن تقول لي حتى كلمة شكرا. في تلك الليلة كنت أنظر إلى يدي المتشققتين وأتساءل: هل هذا هو الزواج الذي حلمت به؟ لكنني كنت أخاف أن أشتكي. كلما عاد زوجي من عمله كان يجد البيت نظيفا والطعام جاهزا، فيبتسم ويقول: الحمد لله، أمي مرتاحة معك. كنت أبتسم بصعوبة وأغير الحديث. لم أرد أن أكون سببا في خلاف بينه وبين أمه. مرت الأيام وبدأت حماتي تعتمد علي في كل شيء. إذا جاءت ضيفة كنت أنا من يخدمها، إذا أقيمت مناسبة كنت أنا من يطبخ، وإذا مرض أحد في البيت كنت أنا من يسهر عليه. أما بناتها فكن يأتين ضيفات ويغادرن مرتاحات. وفي أحد الأيام سمعت حماتي تقول لإحدى بناتها: دعوها تعمل، فهي ما زالت صغيرة وتتحمل. شعرت يومها أنني لست زوجة ابنها، بل خادمة بلا أجر. رغم ذلك كنت أحتسب كل شيء عند الله. وفي مساء أحد الأيام اتصلت بي أمي، قالت: كيف حالك يا ابنتي؟ ابتسمت رغم أن دموعي كانت تنزل. قلت لها: أنا بخير يا أمي. كانت الأم تعرف ابنتها. قالت بصوت هادئ: الأم تشعر بابنتها حتى لو كانت على بعد 1000 كيلومتر. لم أتمالك نفسي، انفجرت بالبكاء، لكنني لم أخبرها بكل شيء. قلت فقط: ادعي لي يا أمي. قالت: أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يرزقك الصبر والحكمة. أغلقت الهاتف ومسحت دموعي قبل أن يراني أحد. وفي اليوم التالي فوجئت بحماتي تخبرني أن علي الذهاب إلى بيت أخت زوجي لمساعدتها في تنظيف منزلها استعداداً لمناسبة عائلية. ذهبت احتراماً لها. عملت هناك منذ الصباح حتى غروب الشمس، وعندما عدت إلى البيت لم أجد حتى طبق طعام ينتظرني. قالت حماتي بكل برود: كان يجب أن تأكلي هناك. دخلت غرفتي وجلست في الظلام. لأول مرة منذ زواجي شعرت أنني غريبة في بيت يفترض أنه بيتي، لكنني لم أكن أعلم أن الأيام القادمة ستحمل لي اختباراً أصعب بكثير، اختباراً سيبدأ بخبر كنت أنتظره منذ أشهر. لقد اكتشفت أنني حامل. عندما تأكدت أنني حامل شعرت أن الدنيا كلها ابتسمت لي. خرجت من العيادة وأنا أمسك بورقة الفحص وقلبي يخفق من الفرح. كنت أتخيل اليوم الذي سأخبر فيه زوجي، وكيف سيبتسم ويحتضنني، وكيف ستفرح حماتي لأنها ستصبح جدة. في تلك الليلة انتظرت عودة زوجي من العمل. ما إن دخل حتى قدمت له الورقة دون أن أقول شيئاً. نظر إليها لثوان ثم رفع رأسه وابتسم ابتسامة لم أرها منذ زواجنا. قال وهو يضع يده على رأسي: الحمد لله، أسأل الله أن يتمم حملك على خير. كانت تلك الكلمات كافية لتنسيني كل ما مررت به. أما حماتي فقد قالت ببرود: الحمل ليس مرضاً، النساء يحملن ويعملن منذ قديم الزمان. ابتسمت ولم أرد. قلت في نفسي: ربما كانت طريقتها في الكلام فقط، وربما مع مرور الأيام ستلين. لكن الأيام أثبتت لي العكس. دخلت شهري الثالث وبدأ التعب يزداد. كنت أشعر بالغثيان منذ الصباح، وأحياناً لا أستطيع الوقوف من شدة الدوار. ومع ذلك كانت حماتي توقظني قبل الفجر كعادتها. ذات صباح شعرت أن الدنيا تدور بي، فسندت نفسي إلى الحائط. قالت وهي تنظر إلي: لا تتدللي، العمل لن يقوم وحده. جمعت قوتي وأكملت أعمال البيت. كنت أخاف على طفلي أكثر من خوفي على نفسي. وفي إحدى المرات كنت أحمل دلوا مليئا بالماء، فانزلقت قدمي وسقطت على الأرض. شعرت بألم شديد في بطني. ركض زوجي نحوي عندما سمع صوت السقوط وأخذني إلى الطبيب. بعد الفحص قال الطبيب بلهجة حازمة: زوجتك تحتاج إلى الراحة، أي مجهود كبير قد يسبب لها مضاعفات. كنت أظن أن كلام الطبيب سيغير كل شيء، لكن عندما عدنا إلى البيت قالت حماتي: الأطباء اليوم يخوفون الناس فقط. وفي صباح اليوم التالي أعادت إلي نفس الأعمال.
كنت أعمل وقلبي يرتجف خوفاً على جنيني. مرت الشهور ببطء. كنت أدعو الله كل ليلة أن يحفظ طفلي. وفي الشهر السابع جاءت أختي لزيارتي. ما أن رأت وجهي حتى صدمت. قالت: سعاد، ماذا حدث لك؟ لقد خسرت الكثير من وزنك. ابتسمت وقلت: الحمل متعب. لكنها لم تقتنع. بقيت معي طوال اليوم وكانت تراقب كل شيء. رأتني وأنا أخدم الجميع، بينما لم يطلب أحد مني حتى أن أجلس لدقائق. وعندما دخلنا الغرفة وحدنا أمسكت بيدي وقالت: إلى متى ستبقين صامتة؟ قلت: لا أريد المشاكل. قالت بحزن: الصبر جميل، لكن الظلم إذا طال أصبح عادة عند الظالم. بقيت كلماتها تدور في رأسي. بعد أسابيع قليلة جاء موعد الولادة. ارزقني الله بطفل جميل امتلأ البيت بالفرح. ظننت أن هذه بداية صفحة جديدة، لكن بعد أيام قليلة فقط من عودتي إلى البيت سمعت حماتي تناديني من المطبخ. قالت: هناك ضيوف سيأتون اليوم، حضري الغداء. نظرت إليها غير مصدقة. قلت بهدوء: لكنني ما زلت في أيام النفاس. أجابت ببرود: كل النساء يلدن ثم يعدن إلى أعمالهن. وقفت وأنا أشعر بالألم في كل خطوة. كنت أحمل طفلي بيد وأطوي الطعام باليد الأخرى. وفي تلك اللحظة دخلت أختي دون موعد مسبق. رأتني في تلك الحالة فتغير لون وجهها. اقتربت مني ثم نظرت إلى حماتي وقالت بكل هدوء: أختي ليست خادمة، إنها أم وضعت طفلها قبل أيام. ساد الصمت في البيت. أما أنا فقد شعرت لأول مرة أن أحداً تكلم نيابة عني، لكنني لم أكن أعلم أن تلك المواجهة ستكون الشرارة التي ستشعل أحداثاً أكبر وستغير حياتي إلى الأبد. بعد أن غادرت أختي بيتنا في ذلك اليوم لم أستطع النوم طوال الليل. كانت كلماتها تتردد في رأسي: الاحترام لا يعني أن تلغي نفسك، والصبر لا يعني أن تقبلي الظلم. كنت أفكر في كل السنوات التي مضت منذ زواجي، كم مرة بكيت وحدي، وكم مرة أقنعت نفسي أن الغد سيكون أفضل، لكن الغد لم يكن يتغير، بل أنا التي كنت أزداد تعباً. في صباح اليوم التالي استيقظت كعادتي قبل الفجر وأعددت الفطور للجميع. وبعد أن انتهينا من الأكل قالت حماتي: اليوم ستذهبين إلى بيت أخت زوجك، لديها ضيوف وتحتاج من يساعدها. نظرت إليها بهدوء ثم قلت لأول مرة منذ زواجي: سامحيني يا أمي، لا أستطيع اليوم، طفلي صغير وأنا ما زلت متعبة. ساد صمت ثقيل. حدقت في وجهي وكأنها لم تصدق ما سمعته، ثم قالت بصوت مرتفع: منذ متى أصبحت ترفضين كلامي؟ أجبتها بكل احترام: أنا لا أرفض احترامك، لكنني أحتاج أن أهتم بأمي وبصحتي أيضاً. خرجت من الغرفة وهي غاضبة، وبدأت تتمتن بكلمات لم أفهمها. ومنذ ذلك اليوم تغير كل شيء. أصبحت تعاملني ببرود أمام الجميع، وإذا جاء أحد من الأقارب كانت تلمح بأنني تغيرت بعد أن زارتني أختي. أما أنا فلم أعد أرد على الإهانات، ولم أرفع صوتي، لكنني أيضاً لم أعد أقبل أن يطلب مني ما يفوق طاقتي. بعد أيام عاد زوجي من عمله فوجد أمه غاضبة. قالت له: زوجتك لم تعد كما كانت، أصبحت تعاندني ولا تسمع كلامي. نظر إلي وقال: هل هذا صحيح؟ قلت بهدوء: اسألني ماذا حدث قبل أن تحكم. لكن زوجي كان في حيرة، فهو يحب أمه ويثق بها، وفي الوقت نفسه لم ير مني يوما سوء خلق. بدأت الخلافات بيننا تكبر، لم تكن صراخا أو شتائم، بل صمتا مؤلما. كل واحد منا يحمل في قلبه شيئا لا يستطيع قوله. وفي أحد الأيام طلبت مني حماتي أن أعطيها جزءا من المال الذي كان زوجي يتركه لي لمصاريف البيت. قالت: سأشتري به بعض الأشياء لبناتي. ابتسمت وقلت: هذا المال خصصه زوجي لمصاريف بيتنا وطفلنا. اشتعل غضبها. قالت: إذن أصبحت تبخلين علينا؟ قلت: لا، لكن لكل بيت حقه. كانت تلك أول مرة أدافع فيها عن حقي دون خوف. وفي المساء
أخبرت حماتي زوجي أنني أصبحت أسيطر على أمواله. نظر إلي بحزن وقال: لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ بكيت وأنا أجيبه: لأنني تعبت يا خالد. والله تعبت يا خالد. كان يرى دموعي، لكنه لم يكن يعرف الحقيقة كاملة، إلى أن جاء ذلك اليوم. عاد من عمله قبل موعده بساعتين دون أن يخبر أحداً. دخل البيت بهدوء، فوجدني في المطبخ أحمل طفلي على كتفي، وأطهو الغداء وأغسل الأواني في الوقت نفسه، بينما كانت أخواته يجلسن في الصالون يشربن القهوة، وحماتي تطلب مني المزيد من الأعمال. وقف صامتاً، لم أرى أحد. سمع أمه تقول لي: أسرعي، لا تجعلي الضيفات ينتظرن. ثم رآني أمسح دموعي بطرف حجابي حتى لا يلاحظ أحد. في تلك اللحظة عرف الحقيقة التي غابت عنه سنوات، لكن ما فعله بعد ذلك لم يكن يتوقعه أحد. وقف خالد عند باب المطبخ دون أن يشعر به أحد. كان ينظر إلي بصمت، وكأنه يرى المشهد لأول مرة في حياته. رآني أحمل طفلنا بيده وأقلب الطعام باليد الأخرى، بينما كانت يداي ترتجفان من التعب. وفي الجهة الأخرى من البيت كانت أخواته يضحكن يتحدثن، وحماته تأمرني بالذهاب وإحضار الشاي ثم العودة لإكمال الطبخ. لم أكن أعلم أنه يقف هناك، لكن وجهه تغير. لم يغضب، بل بدا عليه الحزن، حزن رجل اكتشف أنه كان يصدق شيئاً بينما الحقيقة كانت مختلفة تماماً. دخل إلى المطبخ بهدوء وأخذ الطفل من بين يدي. نظرت إليه بدهشة. قال بصوت منخفض: اجلسي، سأحمله. لم أستطع منع دموعي. كانت تلك أول مرة منذ سنوات أشعر أن أحداً رأى تعبي. خرج خالد من المطبخ واتجه إلى الصالون. قال لوالدته أمام الجميع: أمي، أريد أن أتحدث معك. شعرت أن قلبي سيتوقف. جلست حماتي وهي تقول بثقة: خيراً يا ولدي. قال بهدوء: منذ متى وسعد تقوم بكل هذا العمل وحدها؟ ابتسمت ابتسامة خفيفة وقالت: هي زوجتك، وهذا واجبها. أجابها: واجبها أن تعتني ببيتها، لا أن تكون مسؤولة عن الجميع. ساد الصمت. كانت أخواته ينظرن إلى بعضهن البعض. قالت إحدى أخواته: نحن لم نجبرها على شيء. لكن خالد رد هذه المرة بحزم: السكوت عن الظلم مشاركة فيه. لم أصدق أنني أسمع هذه الكلمات. كانت أول مرة يقف فيها إلى جانبي بهذا الوضوح. غضبت حماته وقالت: إذن أصبحت زوجتك أهم من أمك؟ اقترب منها وقبل رأسها، ثم قال: أنت أمي، وبرك واجب علي، لكن ظلم زوجتي ليس من البر. ساد صمت ثقيل. لم تعتد حماتها أن يعارضها أحد. في تلك الليلة جلس خالد معي طويلاً. قال وهو ينظر إلى الأرض: سامحيني، كنت أظن أن أمي تبالغ قليلاً فقط، لكنني اليوم رأيت كل شيء بعيني. قلت له والدموع في عيني: لم أطلب منك أن تغضب من والدتك، كل ما أردته أن تشعر بما أعيشه. أمسك بيدي وقال: انتهى هذا كله. لم أفهم قصده. وفي صباح اليوم التالي خرج من البيت مبكراً. عاد بعد الظهر وهو يحمل مجموعة من الأوراق. قال لي بابتسامة هادئة: وجدت شقة صغيرة للإيجار. نظرت إليه غير مصدقة. قلت: هل تقصد أننا سنغادر؟ ابتسم وقال: نعم، سنبدأ حياتنا من جديد. لم تكن الشقة كبيرة، كانت تتكون من غرفتين فقط ومطبخ صغير، لكن عندما دخلتها لأول مرة شعرت أنها أكبر قصر في الدنيا، لأنها كانت مليئة بالراحة. في الأيام الأولى لم يكن لدينا أثاث كثير، كنا نجلس على فراش بسيط ونأكل على طاولة صغيرة، لكننا كنا نضحك من قلوبنا. بعد أشهر قليلة قرر خالد أن يترك عمله القديم. فتح محلاً صغيراً لبيع الأدوات المنزلية. في البداية كانت الأرباح قليلة، ثم بدأ الناس يعرفونه بأمانته، ومع مرور الوقت توسع المشروع وأصبح حالنا أفضل مما كنا نتخيل. أما أنا فقد عدت أبتسم، وأصبحت أرى طفلي يكبر أمام عيني.
بدل أن يضيع وقتي كله في خدمة الآخرين. لكن الحياة كانت تخبئ لنا مفاجأة أخرى، مفاجأة جعلت حماتي تعيد التفكير في كل ما فعلته طوال السنوات الماضية. مرت 3 سنوات على انتقالنا إلى بيتنا الصغير. لم تكن حياتنا خالية من الصعوبات، لكنها كانت مليئة بالسكينة. استيقظ كل صباح وأنا أشعر أنني صاحبة قرار في بيتي، أربي طفلي في جو من الهدوء، وأساعد زوجي في ترتيب حسابات متجره الصغير. أما خالد فقد تغير كثيراً. كان يعود من عمله مبتسماً ويجلس معنا كل مساء، بعدما كان يقضي معظم وقته في حل الخلافات داخل بيت والدته. ومع مرور الأيام بدأ متجره يكبر حتى استأجر محلاً أكبر، وأصبح الناس يقصدونه من القرى المجاورة لما عرفوا عنه من الصدق والأمانة. كنت أحمد الله في كل سجدة وأقول: يا رب، عوضني عن سنوات الألم براحة لم أكن أحلم بها. لكن في الجهة الأخرى لم تكن الأمور تسير كما كانت تتوقع حماتي، فبناتها اللواتي كانت تدللهن وتفضلهن على الجميع، انشغلن بحياتهن. إحداهن انتقلت إلى مدينة أخرى، والثانية أصبحت تزور أمها مرة كل عدة أشهر، والثالثة لم تعد تأتي إلا في المناسبات. كانت حماتي تنتظرهن بالساعات وأحيانا بالأيام، لكنهن كن يعتذرن دائما بانشغالهن. وفي أحد الأيام اتصل بنا أحد الجيران، قال لخالد: أمك مريضة منذ يومين وهي وحدها في البيت. ترك خالد كل شيء وذهب مسرعا. أما أنا فلم أتردد لحظة، حضرت الطعام وأخذت بعض الأدوية وذهبت معه. عندما دخلنا البيت وجدناها جالسة وحدها، بدت أضعف بكثير مما كانت عليه. رأتنا فغررقت عيناها بالدموع. قالت بصوت مكسور: ظننت أنني سأبقى وحدي. اقترب خالد منها وقبل رأسها، ثم جلس بجانبها. ما أنا فدخلت المطبخ ونظفته وأعددت لها الطعام كما كنت أفعل قديما، لكن هذه المرة لم أكن أفعل ذلك خوفا منها، بل ابتغاء لرضا الله. بعد أن انتهت من الطعام طلبت مني أن أجلس بجانبها. أمسكت يدي لأول مرة منذ زواجي، وقالت وهي تبكي: يا سعاد، لقد ظلمتك. لم أستطع الكلام. أكملت وهي تمسح دموعها. كنت أظن أن الشدة هي التي تبني البيت، لكنني هدمت بيت ابني بيدي. سكتت قليلا ثم قالت: سامحيني، شعرت أن قلبي امتلأ بمشاعر كثيرة. تذكرت كل ليلة بكيت فيها، تذكرت كل مرة نمت فيها متعبة دون أن يسمع أحد شكواي. لكنني تذكرت أيضا قول الله تعالى عن العفو والإحسان. ابتسمت لها وقلت: سامحتك من قلبي، وأسأل الله أن يسامحنا جميعا. انفجرت بالبكاء وضمتني إلى صدرها. كان ذلك أول عناق حقيقي بيننا منذ سنوات. ومنذ ذلك اليوم أصبح خالد يزور والدته باستمرار، وكنت أرافقه كلما استطعت، لكننا لم نعد نسكن معها. لقد تعلمنا أن بر الوالدين لا يعني أن يعيش الإنسان في ظلم، وأن الاستقلال إذا كان يحفظ المودة فهو نعمة وليس عقوقا. واليوم وبعد سنوات طويلة، عندما أنظر إلى حياتي أدرك أن أصعب الأيام كانت هي التي صنعت مني امرأة أقوى وأكثر حكمة. لقد تعلمت أن الصبر فضيلة عظيمة، لكنه لا يعني أن تسمح لأحد أن يهين كرامتك. وتعلمت أن الحوار الهادئ والحدود الواضحة قد ينقذان الأسرة قبل أن تنهار. العبرة من القصة: ليس كل صمت حكمة، وليس كل تضحية واجبة. احترم الآخرين وأحسن إليهم، لكن لا تسمح لأحد أن يستغل طيبتك. فالبيت السعيد يبنى على الرحمة والعدل، لا على الخوف أو الظلم. والآن أخبروني في التعليقات، لو كنتم مكان سعاد، هل كنتم ستصبرون كل هذه السنوات؟ أم كنتم ستضعون حدوداً منذ البداية؟ ولا تنسوا دعم قناة حكايات من الحياة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو حتى نستمر في تقديم قصص واقعية مؤثرة تحمل العبرة والفائدة. إلى اللقاء في قصة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.